لو قلت لك انك في يوم هتسرق برنامج الدحيح وانك كمان هتكر السينما المصريه كلها بإفيه ومش بعيده تاخد الاوسكار، هل هتصدق؟ او هو ده اللي عمله احمد رمزي في الفيديو الاخير بتاعه، الفيديو اللي خلاه يطلع مع الاستاذه منى الشاذلي من كتر ما الفيديو ضرب، عشان برضو الفيديو فيه مين؟ هشام ماجد، جمال العدل، جانا الشماشرجي، واحمد الفيشاوي وويجز. بس هو وصل لكل ده ازاي؟ فتيجي نعرف مين هو احمد رمزي. صلى على النبي ويلا بينا. احمد رمزي تبتدي حكايته وهو مستني نتيجه الثانويه العامه ومستني زيه زي اي شاب يعدي 99%. تقريبا كان فاكر نفسه ديتول. والله دمي خفيف. يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. ويتفاجئ طبعا بمجموعه 64%، تقريبا طلع صوانه بريحه، فبيقرر يدخل تجاره ويقعد سنه هناك. لكن لما بيلاقي مسرح تجاره بيعجبه الحوار وبيقرر انه يمثل، وفعلا بيقدم على معهد الفنون المسرحيه لكن يترفض. بيقول بقى انه حس ان هو ده، مش رفضوني يبقى انا احب الموضوع ده، وبيقعد سنه تانية في تجاره وبعديها بيقدم تاني في المعهد. اصل حبيتش الموضوع قوي. وبيتقبل. وهو قاعد مع نفسه قرر يصور فيديو عن المسرح وازاي تبقى مخرج مسرح في 7 خطوات، وكان منزله ليه ولاصحابه. فيتفاجئ ب50,000 مشاهده على الفيديو علشان الناس التانية اللي شغالين في المسرح بيشيروه، ويفضل كده فيديو 7 فيديو 10 لحد الفيديو اللي كسر الدنيا. بيقول لما استاذه منى الشاذلي تستضيف ممثل، الفيديو اللي عرفنا على احمد رمزي اصلا، والفيديو ساعتها يعدي ال1,000,000 فيو، ويبتدي احمد يتعرف من هنا. وعلى فكره هو ما عملش فيديو واحد عن منى الشاذلي، ده عمل اكتر من فيديو عليها، وبعديها ابتدت فيديوهاته تتنوع. يعني مره يعمل فيديو عن الامهات، فيديو عن التنميه البشريه، كانت حاجات شبه شادي سرور في بداياته كده، بس بقالب احمد رمزي اللذيذ. وهنا ده ينقلنا لكوميديا احمد رمزي. احمد رمزي فيديوهاته بتبقى حاجات كلنا عشناها، يعني حجز كوره، عن الحلاقين، عن المترو، وبيتريق على افلام برضه زي حلم العمر. فوق تعبان يا كابتن، والله لا تفوق، ما تحلفش احنا في الحمام والعالمي. عشان تفضل فوق لازم تبعد عن 3 حاجات: السجاير والخمره. طب والتالتة؟ الكوره ومسلسلات رمضان. وبياخدها بشكل كوميدي ساخر، وبيرمي افيهات انت ما تتوقعهاش الصراحه، وافيهات سريعه تقريبا كل 5 ثواني افيه. وده اللي بيميز احمد رمزي، ان محتواك سريع. ده زي ما قلنا قبل كده اللي الجمهور عايزه. ممكن فيديو احمد رمزي يبقى طويل نسبيا يعدي ال8 دقائق، لكن في افيهات تكفي مسرحيه ساعتين. طب هل هو بيكتب الافيهات دي؟ الاول كان هو اللي بيكتب لنفسه اول كام فيديو، لكن بعد كده اصحابه بقى بيكتبوا معاه. الاول الفكره بتطرح، عايزين نعمل حلقه عن الحلاقين مثلا، ويقعدوا يتناقشوا فيها، وكل واحد عنده افيه يقوله او اقتراح بيقوله. وخلي بالك ان تصوير الفيديوهات برضه بيبقى مش عالي، فبيحاولوا يستغلوا اي حاجه. وده اللي المسرح علمه له. مثلا لو عايز يبين لك انه في سجن، فمش هيروح السجن بجد عشان يصور، لكن لو باب المنور يبين انه سجن فما فيش مشكله نستغله. مثلا لقطه في الفيديو انهم في فرح، هل هحجز قاعه بجد واجيب كل الناس دي عشان اللقطه ما تكملش 5 ثواني؟ هو حجز قاعه قبل كده، بس الفيديو كله كان بيتكلم عن الفرح، فالتصوير كله في القاعه، فده محتوى الفيديو نفسه، لكن مش 5 ثواني. لكن ممكن ننط على اي قاعه فيها فرح ونستأذن العريس انهم يصوروا، وللصدفه ان الفرح ده يطلع صاحبه ابو السعود يعرف ناس فيه ويكملوا تصوير الفيديو. وخلي بالك ان هو مش مجرد واحد بيعمل فيديوهات، هو عنده حلم انه يمثل. وفعلا احمد مثل، يعني اول عمل يظهر فيه كان مسرحيه حب على النظافه. دايما طلع في المسرحيه دي كادر واحد او شوت واحد، ما طلعش كتير في المسرحيه دي، وده قبل ما يبتدي في السوشيال. لكن اول عمل يظهر فيه في التلفزيون كان مسلسل في بيتنا روبوت، واللي ظهر في الجزئين بتوعه. لكن العمل اللي انا نفسي بحبه له كمان مساحته كانت حلوه فيه جدا هو فيلم رهبه ورا مصنع الكراسي. الفيلم اللي مقدمته تحسها طالعه من فيديوهات شاذ سرور اللي بيتريق فيها على الافلام بتاعت زمان. رمزي في الفيلم ده كان ليه كام مشهد حلوين، بس ما عملش لسه حاجه بعده. وبرضه رمزي ما اهتمش بالتمثيل بس، لا وبالكتابه كمان. وكتب لمين بالظبط؟ احمد الغندور الدحيح، اللي عملنا عنه حلقه قبل كده. ايه ما شفتهاش؟ بتهزر، ارجع شوفها على طول. يا ابني استنى خلص الحلقه دي وهتلاقي لينك الحلقه الثانيه في الديسكربشن. احمد اول سكتش كتبه للدحيح كان سكتش صداع النصفي. هتقول لي لا هو قال مع منى الشاذلي ان اول حلقه كتبها كانت الخط. لا انت تيجي تاخد القناه وتقدم انت بقى، خلاص انا لازمتي ايه؟ انا زي الدحيح ما عنديش هزار في المصادر. ارجع للتاريخ، كل حلقه هتلاقي ان حلقه الصداع النصفي نزلت الاول. يمكن يكون بقى كتب حلقه الخط قبل حلقه الصداع النصفي ودي نزلت قبل دي، لكن انا مالي يا باشا، انا ماشي بالتواريخ. اكمل ولا هتقاطعني؟ مش بعيد ما تكونش ما عملتش لايك لغايه دلوقتي اصلا يا عم، تشكر. نرجع لموضوعنا. ومش كتب بس، لا كمان اخرج الدحيح، ودي مش حاجه قليله. خلي بالك برنامج الدحيح ده يعتبر انجح برنامج علمي في الوطن العربي كله، ده لحد دلوقتي، يعني لحد ما برنامج ان شاء الله يبتدي. واخرجه بعد ما مخرج البرنامج سافر. هو الحلقه كانت من اخراجه كانت حلقه شات جي بي تي، واخرج كذا حلقه بعد كده. وطبعا كتب في سكتشات برضه برنامج، لكن ما كانش بيوقف فيديوهات، بل وكمان كان بيطورها. يعني مثلا في فيديو متصور وان شوت، بمعنى على مره واحده الفيديو كله من غير تقطيع. والموضوع ده مرهق بطريقه لا تتخيلها، عشان انت لو غلطت غلطه واحده في الفيديو هتضطر تعيده من اوله، حتى لو
الغلطه دي كانت في اخر الفيديو، زي فيديو ابوك قبل الفطار اللي صوره تيفا اللي هو اصلا مخرج مسرح وبيفهم في الاخراج، وافكار الفيديوهات بتاعته كرييتيف بطريقه مبهره، بيجيب الافيه من قفاه ما بيحلوش، وكمان بيدعم صحابه ما بينكرش انهم وقفوا جنبه، وقال كده في حلقه استاذه منى الشاذلي اللي لحد دلوقتي ما عجبتنيش. يعني هو عمل فيديو بيتريق على اللي بيطلعوا مع منى الشاذلي، وانا اللي عامل فيديو بقول ان هي قد ايه اعلاميه متميزه لغايه دلوقتي ما عجبتنيش، تخيل. وكمان لما حد من صحابه يعمل حاجه بيدعم، يعني مثلا تيفا وابو السعود عاملين بودكاست اسمه كل يوم جمعه بيتكلموا عن حاجات في الحياه بطريقتهم اللي دمها خفيف طبعا، واول واحد يعمل كومنتاتور بيستات بيكون احمد رمزي نفسه. معلش لا انتوا تشتغلوا معايا بس وانا بس اللي اتشهر، ولو عايزين تشوفوا البودكاست بتاعهم هتلاقي اللينك بتاع قناتهم في الديسكربشن. كمان هو فتح باب نوع الكوميديا ده لناس كتير، مثلا يوسف مدحت اللي بيعمل نفس نوعيه الفيديوهات دي بس بافكار مختلفه وافيهات مختلفه طبعا وبطريقته الكوميديه، وبرده احمد سليم ومني وميسي والشله دي يعتبروا بيقدموا نفس نوع الكوميديا. وحبيب قلبي مصطفى ليشع، طبعا كلهم ضحكوني بس الصراحه مصطفى ليشع كده في حته لوحده، والفيديو اللي كسر الدنيا الفتره الاخيره هو كان كاتبه اصلا من سنه بس قرر ان ده وقت انه ينزل فيديو فيه، وكلم كل الممثلين اللي فيهم واقترح عليهم هم. هو اصلا ما كانش يعرف هشام ماجد شخصيا ولا يعرف استاذ جمال العدل ولا يعرف جان الشماشير، هو بس خد ارقامهم وكلمهم على الواتس وطرح عليهم الفكره، ولقى ان هم متقابلين ان هم ولقوا ان هم موافقين ان هم يعملوا الفيديو معاه وصوروا. الوحيد اللي كان صاحبه تقريبا هو الفيشاوي عشان مثل معاه ورا مصنع الكراسي ووجز. الخلاصه احمد رمزي الناس بتحبه عشان هو شبهنا، جابها من تحت ما طلعش مره واحده، لا هو شيء على ما نجح وما زال بيسعى عشان يحقق حلمه انه ياخد الاوسكار، بهزر بس انه يمثل ودايما شغفه موجود. فشكرا احمد رمزي على كومنتاتك اللي بترفع عن الواحد، وشكرا ليكم انكم وصلتوا معايا لحد هنا. تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الرجاء عشان يوصلك كل جديد، تعمل فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في اول كومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا انا ما فرقش حاجه عن المهندس، احنا الاتنين بنرص حجره. تلاقي واحد واخد طلقه في خناقه وجاي يقول لي اكتب لي حاجه يا دكتور، اكتب لك عمر جديد يعني؟ تطلبوا ايه يا فندم؟ ممكن تسالها هي الاول؟ تطلبي ايه يا فندم؟ ممكن تسأله هو الأول؟ ممكن تطلعوا بره؟ شكلها خلصت يا ولدي، قوم هات لنا تاني. لكن تقتل بني ادمين ده اللي مش هسمح لك بيه يا امجد. انا مش عارف انا عملت كده ازاي. المهم في حد شافك؟ لا مفيش حد خالص شافني. بس ربنا شايفك. اللي هشوفه بيغش من زميله هدبس له زميله في الورقه. حجرين دول ولعانين. افتح بقك كده، اقفل بقك، اقفل بقك. شباب السؤال بتاع علل فيه غلطه، هنشيل الفتحه اللي على العين ونخلي عليها حارس. بالتوفيق. يعني انت اونر في سيدي عبد الرحمن؟ وصوره مين دي بقى سيدي عبد الرحمن؟ يعني بقول لك فين التارجت؟ تجيب لي سجاير؟ بايدن مش بشر، بايدن بيبايدن علينا. انا معايا فيديوهات لكائنات غريبة نزلت مصر وما عرفتش ترجع بسبب الزحمة. مفيش حاجة اسمها دكاترة اسنان، كل اللي بيتقال ده حشو. في مرض اسمه كورونا، انا محتاج حد من الاطباء يجاوبني ويصارحني. في مرض اسمه كورونا، لو حد قال لي اقول له عندك حق.